السلام عليكم، ازيكم؟ الحلقة التانية بتاعتنا النهاردة في كلامنا عن الأمهات هنتكلم فيها عن شخصية الأم الحادة أو الشديدة اللي مش بتعرف تتناقش معاها. الأول يا جماعة كنت عايزة أقول لكم قبل ما نتكلم عن الشخصية دي إنه إحنا مش مفروض علينا أبدا أبدا إن إحنا نحاسب أمهاتنا. في مرحلة لما بنكون مثلا احنا فيها في الثلاثينات او في الاربعينات من عمرنا، بتكون ضغوطات الحياة علينا احنا يعني محملانا اكتر ساعات من اللي بنقدر نتحمله، وفي ناس ما بيبقاش عندها الوعي الكافي ازاي تتعامل مع اللايف ستريس. فاللي بيحصل ان هم بيشيلوا بقى ويحطوا على راسهم، يجيبوا بقى القديم والجديد ويقعدوا يفكروا نرمي على مين الحمول اللي عندنا دي اللي الدنيا مشيلها لنا، غير حد ممكن يستحمل ومش هيفتح بقه معانا. عامة الشخصية دي بتكون الأم، لأنه لو احنا بنتكلم عننا احنا واحنا في الثلاثينات أو الأربعينات، بتكون يعني أمهاتنا بيكونوا مثلا وصلوا لسن الخمسينات أو الستينات. فحتى لو هم كانوا شخصيات حادة وعنيفة وهم أصغر من كده، لما بيكونوا وصلوا للسن ده الخمسينات والستينات بيكونوا هديوا كتير قوي. لكن احنا كل اللي بيبقى في دماغنا بقى في الوقت ده هو انه امي كانت السبب، وانا زمان هي اللي عملت فيا كذا، هي اللي طلعتني شكلي عامل كذا، هي اللي خلت شخصيتي عاملة كده، هي اللي اثرت عليا بالطريقة دي. انا مش عايزة انكر ابدا انه تأثير الامهات على اولادهم سلبا او ايجابا بيكون جزء كبير جدا جدا من تشكيل شخصية الابناء. لكن زي ما كتبت مرة في بوست من البوستس بتاعتي على فيسبوك، هو شخصيتنا شكلها بتكمل، يمكن بدايتها بيكون فيها مؤثرات من الناس المؤثرين في حياتنا، أبهات أمهات، الناس اللي ربونا لو ما كانش الأب أو الأم، مدرسين المدرسة زمان وإحنا صغيرين، جيران معينين، أصدقاء معينين. هم دول بيكونوا البداية اللي بتشكل شخصيتنا، أفعالهم وردود أفعالنا ليهم بيكون هو ده اللي بيشكل شخصياتنا، جزء كبير منها. لكن نكمل بقى في شكل شخصيتنا ازاي، الموضوع ده بيكون قرارنا زي ما اتكلمنا عنه على فيسبوك قبل كده. يعني انا ابتدت شخصيتي وانا طفل تتشكل بطريقة معينة، لكن اكمل ازاي ده قراري انا بقى. انا اللي بكمل. لو شخصيتي شكلها مضايقني، طبعي مش اريح حاجة حتى بالنسبة لي انا، مش بالنسبة للناس، انا عايز اغير واحد اتنين تلاتة في شخصيتي. بس في ناس لما بتقول الجملة دي بتقف عند وانا هعمل كده ازاي، اصل انا ما كنتش السبب في ده انا كانت امي السبب، كان ابويا السبب، مش ويفضلوا يرجعوا بقى يرموا اللوم على شخصيات فعلا اثرت في حياتهم، بس ده معناه ان هم مش عايزين يعملوا تغيير. مع احترامي لكل حد، بس بجد الشخص لما بيكون عايز يعمل حاجة هو فعلا بيعملها. واحنا عارفين يا جماعة بنكون عايزين نعمل حاجة هنموت عليها بنقوم وبنتحرك وبنلاقي 700 طريقة عشان نحققها، ولو ما نفعتش من اليمين بنجيلها من اليمين التاني مثلا. لكن الشخص اللي بيفضل يقول انا مش عارف، انا نفسي بس مش قادر، لا، مش هينفع. هو لازم انت عندك قدرة بطريقة ما ان انت تاخد قرار تغير اللي انت مش حابه في شخصيتك، ودايما بنلاقي لها كذا طريقة. طيب، فلما نيجي بقى نرجع تاني للحتة دي اللي هي ان احنا السترس بتاع حياتنا واحنا في الثلاثينات والاربعينات بيخلينا نرمي اللوم على الشخصية اللي هي في الوقت ده بتكون في الخمسينات والستينات ومش هتتكلم معانا بقى ولا هتفتح بقها، حتى لو زمان هي كانت الشريرة الفظيعة. ولو ان ده يعني مش عايزة اقول الكلمة دي، بس اللي هو ده من وجهة نظر الولاد ممكن يكونوا شايفينها ازاي. فنرجع بقى نقول هي كانت السبب، انا مش عارف دلوقتي اعمل ايه في حياتي عشان كذا كذا، ونبتدي يا جماعة نعمل لها، نحضر لها لست كبيرة قوي قوي
باننا نحاسبها بيها، انتي عملتي فيا كذا، وانتي كنتي السبب في كذا، وانتي مش عارف ايه. في ناس بتوصل للمرحلة دي انها بتتكلم فيها دايركت معاها، وفي ناس ما بتقولش الكلام احتراما لانها مش عايزة ازعلها، انا مش عايزة اجرح مشاعرها، بس انت من جواك انت طول الوقت شايف كده، وطول الوقت زعلان منها وانت مش عارف. طول الوقت زعلان ان هي اللي وصلتني للمرحلة دي، هي كانت قاسية عليا قوي، كانت شديدة قوي، كانت ما بتسمعنيش، كانت مش عارف ايه. طيب انا عايزة اقول لكم انه مش للحلقة دي بس، ومش لشخصية الام الحادة بس يا جماعة او الشديدة، لكل شخصيات الامهات احنا ملناش حق نحاسبهم ابدا. ليه؟ عشان احنا لما بنقعد نتكلم على الحاجات حتى اللي احنا بقينا بندعو الناس ليها دلوقتي، ما كانش عندنا بيها وعي زمان، اللي هو انت مش من حقك تحكم على حد عشان انت ما تعرفش هو بيمر بصعوبات ايه في حياته. طيب ليه ما بناخدش الجملة دي ونطبقها على امهاتنا اللي احنا ما نعرفش عن حياتهم اكتر من 20%؟ احنا ليه بنحكم عليهم الاحكام دي؟ عشان احنا في ايدينا نعمل كده. يعني هم ما بيردوش علينا، يعني يمكن لو أصدرنا أحكام على أشخاص في حياتنا تانيين، مثلا أزواج، أصدقاء، جيران، زملاء عمل، في منهم بيبقى عنده القدرة إن هو يرد علينا، أو مثلا ينفي الحكم اللي انت قلته، أو يبرر، أو ولو إن ده مش صح، برضو مش صح إن احنا أصلا نصدر الحكم ده، لكن هو عشان انت زيك زيه فهو بيقدر يرد. لكن عند الأم يا جماعة الأبناء قصة تانية، قصة تانية، مهما كانت شديدة عليهم، مهما كانت ما بتسمعهمش، مهما كانت أثرت في حياتهم، لكن لما نيجي عند حتة المشاعر اللي هي مش كنترولد، يعني ما بتستخدمش عقل الأم، بنلاقي ان انت عندها في حتة تانية، انت عندها حاجة، يعني حتة منها، يعني فاهم ازاي؟ انت زي ايديها زي رجليها، جزء منها، جزء كبر جواها وبعد كده بقت بتشوفه بيتحرك على الارض. ف فانت بالنسبة لها حاجة كبيرة جدا. ما بتحبش حد في الدنيا، ما بتحبش حد في الدنيا قدك. وعارفة انا رد الجملة دي اللي هو بس هي مش بتبين كده، مش بتعمل ده. طيب ما احنا بقى زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، اللي هي الام اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا انها حساسة جدا، بس انت شايفها من بره شكلها عاملة ازاي؟ ستيف، تعرفش تحضنك، ما بتعرفش تبين مشاعرها، وقلنا ده طالع منين. فخلينا لو وصلنا يا جماعة لا قدر الله، ده بيحصل مع ناس كتيرة قوي، ان هم يحسوا انه مش طايق يتكلم معاها، مش عارف يتعامل معاها، مش حابب اصلا يروح يزورها، مش عارف يقعد معاها، مفيش بينهم لغة حوار. خلينا دايما نرجع نفتكر جملة انه انت ما تعرفش عن حياة والدتك اكتر من 20%. فهي بقى مش زي الناس التانيين اللي انت لو اصدرت احكام عليها هتبتدي بقى تدافع عن نفسها وترد وتنفي الحكم وتبرر ومش عارف تعمل ايه. عامة في سن الخمسينات او الستينات هتلاقيها انكمشت وتراجعت لورا، وقالت اللي هو ابتدت تلوم نفسها، هي انا فعلا كنت قاسية عليه، انا فعلا كنت مش عارف بعمل كذا، انا كان مفروض اعمل كذا، انا قصرت معاه في مش عارف. بتبتدي تحاسب نفسها، لانها يا جماعة بقت اضعف بكتير في المرحلة العمرية دي من زمان لما كانت في العشرينات او في الثلاثينات، وكانت تقدر ترد وتجادل وتتكلم وتعمل حوار وتعمل اللي هي عايزاه. المفروض انه احنا مع امهاتنا احنا ملناش حق ان احنا نحاسبهم، لان هم اولى ان احنا ما نحاسبهمش. زي ما احنا بنقول احنا ملناش دعوة نحاسب غيرنا او ما نحاسبوش او نصدر عليه احكام. امهاتنا اولى، لان هم في فقرة في حياتنا هم عاشوها معانا احنا اصلا مش فاكرينها. لو كلمتكم على الحاجات اللي فيها وقلنا واحنا اطفال نولي بورن، مين بيوكل، مين بيشرب، مين بيودي تمرينات، مين مش عارف بيودي علاجات، مين بيدي تطعيمات، مين مش عارف ايه، الحتة دي احنا مش فاكرينها، احنا اصلا مش عارفين المجهود اللي اتعمل فيها كان شكله ايه. طيب ونكبر شوية فترة المراهقة بقى، وهي عمالة تحوط علينا عشان مش عارف مين ما يصاحبش مين، هيضحك عليها، ده مش عارفة مين هتأذي ابني، ده مين مش عارف. الفترات دي كلها
احنا عامة بنبقى عقلنا مش مستقر فيها، يعني بنبقى لسه ما نضجناش النضج الكافي اللي يسمح لنا ان احنا ناخد قرارات ممكن يكون تأثيرها مرضي بالنسبة لنا في حياتنا بعد كده. بتكون لسه المرحلة هوجاء كده. هي كانت في المرحلة دي، حتى بقى لو هي أي نوع من أنواع شخصيات الأمهات، بس هي شالت الكلام ده، إحنا مش فاكرينه. فهي أولى إن إحنا ما نخليهاش هي الشماعة بقى اللي إحنا لما نكون stressed out من حياتنا نيجي نقعد بقى قدامها ونحاسبها ونعاتبها ونتقل عليها اكتر من التقل اللي هي عدت بيه في حياتها، اللي هم 80% بقى اللي احنا منعرفش عنهم حاجة. علاقتها بوالدك، علاقتها بأهل زوجها، ايه اللي حصل لها في الحياة، لو كانت سيدة مثلا أرملة، كانت مطلقة، كانت متجوزة بس جوزها شخصيته شخصية معينة، هي كانت بتتعامل معاها، بتستحمل معاها حاجات معينة. الكلام ده كله يا جماعة احنا حتى لو بيبان ظاهريا، مثلا مرة شفت والدتك ووالدك بيتخانقوا مع بعض في البيت، انت شفت ظاهر الخناقة، لكن هي بقى استحملت ايه قبل الخناقة دي؟ يعني عشان نوصل لمرحلة انها تتخانق هي استحملت ايه؟ احنا ما شفناش ده، ما شفناش هي حست بايه، ما شفناش هي عانت ايه. فعشان كده كل المقدمة الطويلة قبل حلقة النهاردة دي هي يا جماعة عشان مش صح ان احنا نحاسب امهاتنا. احنا زي ما بنقول كده بنلاقيهم هما الحتة اللي ممكن نركن عندها الاسترس بتاعنا ونقول لها انتي السبب في كذا وكذا، وبنبقى احنا بنحمل عليها عشان احنا مضغوطين من حياة تانية، فنرجع بقى نشيل ونجيب ونحط على راسنا كده، اصل انا حصل لي كذا وانا صغير فانا بقى ايه احملها دلوقتي الكلام ده. لا، انت محتاج في الحتة دي تقف مع نفسك وتقرر زي ما قلنا، اللي مش عاجبك في شخصيتك هو قرارك ان انت تكمل بيه او تغيره. طيب نبدأ بقى حلقتنا النهاردة، وهي الكلام عن الأم الحادة أو الشديدة اللي هي بتعمل إيه؟ مش بتسمح لي أتناقش معاها، هي عايزة تقول كن فيكون في كل حاجة بقى. هتدخل كلية كذا، هتتجوز مش عارف مين، واحنا صغيرين انت هتلبس، مالكش حق تختار الوان ولا اشكال. طلع الصور بتاعتك وانت طفل كده واتفرج عليها وهتعرف ان انت فعلا، انا لو كان ليا رأي عمري ما كنت عمري ما كنت هلبس ده. طيب الست دي زي ما عملنا في الحلقة اللي فاتت عايزين نعرف هي بتعمل كده ليه، عشان هي يا جماعة اتربت في مكان تقريبا عامل زي كتيبة في الجيش. هي كان والدها او والدتها برضو كان الشخص اللي هو كن فيكون، نفس الحاجة، هي اوامر وتنفذ، عشان اللي اكبر منها ده شايف طول الوقت ان ده الصح، وان انت مهما كبرت ومهما بقى حتى كانوا بيوصلوا مثلا للعشرينات، ولا انت ملكش حق تعرف تفكر عشان انت لسه سوري عيل، يعني انت ما هتعرف ازاي؟ انا عارف اكتر منك، عدت عليا تجارب اكتر، فانا عارف اقدر اقولك تعمل ايه في موقف زي ده. فهي خرجت من مكان زي ده، اترسخت عندها فكرة انه الكبير سنا هو دايما اللي عارف فين المصلحة. خلينا نحط تحت الجملة دي 700 خط، عشان هي دي فعلا الفكرة اللي هي بتشتغل بيها. هي دايما شايفة انه السن هو الفاكتور الوحيد اللي فاهم، عشان عدت عليه تجارب كتيرة قوي في حياته. فانت مهما اتعلمت وانت عندك حاجة و20 سنة مثلا، هتعرف ايه؟ انت بتعرف من صحابك؟ لا، انا امك انا عارفة اكتر. بتعرف بتقرأ في الكتب، بقت مفتوحة الدنيا دلوقتي وبتعرف حاجات من على الانترنت ومش عارف، وبتجيب من بلد ايه ومن بلد ايه زي بعض. بس انا خبرتي حاجات انا مجرباها، مش عمالة بقى اقراها على الانترنت، ومش بقراها في الكتب، ومش بسمعها من ناس في نفس المرحلة العمرية بتاعتي اللي هي بتاعت ولادها يعني. فاللي هم لا، دول لسه صغيرين، دول عيال، دول مش فاهمين حاجة حتى لو انت في اخر العشرينات. فهي خرجت من المكان ده، خرجت متربية على كده. وهي يعني مش عايزة اقول للأسف، بس هي ما خدتش بقى الخطوة يا جماعة اللي احنا بنتكلم عليها دي. حتى لو كان ده بيضايقها في بيت جدتك وجدك اللي هي اتربت عندهم بالطريقة دي، هي لما وصلت لمرحلة النضج ما كانش عندها الوعي الكافي انها تقف مع نفسها وتقرر ان هي مش عايزة تكمل ده مع ولادها.
عشان هي اتضايقت منه في البيت الكبير فتقرر انها مش عايزه تكمل ده مع اولادها. لا، هي سابت نفسها، سابت تشوف انه لا، ده احسن حاجه. هم فعلا اكتر، حتى لو كانت قراراتها قرارات يا جماعه والدها ووالدتها اللي هم جدك وجدتك كانت بتؤثر سلبا على حياتها هي، بس هي برضو بتبقى شايفه لا، هم عارفين احسن، هم فاهمين اكتر. ومحدش ابدا ابدا بينكر التعلم بالخبرة. يعني احنا ما بننكرش ابدا خبرة امهاتنا وابهاتنا بالحاجات اللي عدت عليهم، لكن يعني احنا برضو عندنا عقل والدنيا بتتغير، فاحنا يعني لا نتجاهل الكلام اللي بيقوله ابهاتنا وامهاتنا ابدا، احنا بنسمعه، بس لازم نعمل له فلترنج. يعني بناخد منه الحاجات اللي بتتناسب معانا ويتناسب مع اللي اتغير في الدنيا دلوقتي واتغير في ظروف حياتنا. لكن طبعا هو كلام يحترم لانه جاي كمان من خبرة، والخبرة يمكن بتعلمنا اكتر بكتير من الحاجات اللي بنقراها في الكتب. فهي خرجت من المكان ده وما كانش عندها وعي كفاية ان هي تقف مع نفسها وتقرر انها مش عايزة تكمل ده مع ولادها. طيب بس احنا بقى دلوقتي عايزين نعرف نتصرف معاها ازاي. يعني افرض انت دلوقتي قاعد في البيت ده فحاسس انك محكوم عليك تتجوز شخص معين، محكوم عليك انك تدرس حاجة معينة، تعيش في مكان معين، تبقى في مدرسة معينة مثلا، او تدخل ولادك، ما انا مش عايزة اقول مدرسة، انت اكيد بقى عديت المرحلة دي. لا، احنا بنتكلم على دراسة الجامعة مثلا او الجواز، او ان انت تدخل بعد ما تتجوز كمان تدخل ولادك مدارس معينة او تسكن في منطقة معينة. طيب ازاي بنتعامل يا جماعة مع الشخصية دي؟ اول حاجة انت هتجرب ان انت دايما تحنن عليها. يعني فاكرين في الحلقة اللي فاتت احنا كنا بنقول ان قصة الحنان والدخلة بتاعت الايموشنز دي ما بتنفعش مع الام الحساسة. فاهمين الاختلافات يا جماعة؟ الام دي بقى شخصية شديدة حادة، الدخلة اللي انا بدخلها لها دخلة حنية بقى. طيب هديكوا اكزامبل. لو كان في حد فيكوا شاف مسلسل الحقيقة والسراب، عارفين أبي رياض؟ هو ده بالظبط بالظبط طريقة التعامل مع شخصية الأم الحادة. يا ريت تبقوا تطلعوا مقاطع للناس اللي ما شافوش المسلسل. شوفوا أبي رياض كان بيعمل ايه مع فوف. هو بجد كان بيتعامل بطريقة ذكية جدا، لأن هو يعني راجل بار جدا بوالدته، بيحترمها جدا ومقدر جدا جدا الصعب اللي هي عدت بيه في حياتها بعد انفصالها عن والده. وكان بيختار طريقة حكيمة جدا ان هو شوية كده يبكش معاها، يعني اللي هو يقول لها كلمتين حلوين يطيب خاطرها بحاجة، يدخل لها دايما دخلة حنان. حتى الحاجات القرارات اللي هو كان بيبقى عايز ياخدها في حياته، لان هو كان راجل ناضج يعني في الثلاثينات من عمره، قرار زي قرار الجواز اللي هي كانت رافضاه فضل يجي لها من هنا ومن هنا ويحنن عليها. لكن اتفرجوا كده يا جماعة على المسلسل هتلاقيه عمره معلى صوته عليها وهو بيتكلم، عمره ما قال لها لا انا هروح اتجوز البنت دي وعاجبك مش عاجبك مثلا خبطي دماغك في الحيط، لا ما عملش كده. هو فاهم جدا هي خارجة منين، فاهم جدا هي ممكن تكون مرت بايه في حياتها. وده اللي هرجع تاني واقول لكم، حتى لو هو فاهمه هو برضو شايف منه 20% بس ومش شايف الباقي. وعلى قد ال 20% بس اللي هم شايفهم، هو كان ذكي جدا لدرجة ان هو يعرف يهندل الشخصية دي ازاي. فالشخصية دي الدخلة بتاعتها دخلت حنية ودخلت كثرة المحاولات. يعني مش من أول مرة هتدخل عليها بكلمتين بكش ونطيب خاطرها بكلمتين ومش عارفة، لا، لازم أكرر المحاولة كذا مرة، ولازم يكون بالي طويل معاها قوي إن أنا أجرب أفهمها وجهة نظري في الموضوع، وتكون متأكد إنها مش هتقتنع بيه من أول مرة خلاص. لكن مرة مع مرة مع مرة مع شوية حنان في كل مرة بتكلمها فيها، هي بتلين بعد فترة، لان انت مهما كان ابنها فبتحس اللي هي انا عايزة بقى اريحه. وفي نفس الوقت هي كمان بتكون زهقت من كتر زنك، يعني من كتر ما انت عمال تعرض الموضوع اكتر من، وهي ست اللي هي عايزة اللي هو اقول فينفذ ومش بينفذ، وانا خلاص ماليش كنترول عليه، انا في 50 انا في 60. بتبتدي تتراجع بقى، لان هي زي ما قلنا بتبقى اهدى بتبقى اضعف. فلازم احنا نكون رحماء شوية بيها في الحتة دي، نطول بالنا عليها وناخدها واحدة واحدة ونفضل نحنن مرة 2 3. طيب دي الخطوة الاولى. الخطوة التانية ان انت قصاد كل مرة انت في حاجة هترفضها معاها، يعني حاجة هي قررتها
وانت مش عايز تنفذ القرار ده فهترفضه، اقبل قصاده حاجة تانية. يعني اللي هو زي ما نقول كده اضرب ولاقي. الحاجة اللي انت هترفضها خلاص، اللي هي مثلا عايزة تقولك ان انت هتدرس مش عارف حاجة كذا، وانت مش عايز تدرس ده. انا هسقط لو هدخل الجامعة، هسقط كل سنة عشان انا مش قادر اذاكر الموضوع اللي انتي بتتكلمي فيه ده، مش هقدر انجح فيه، مش حبه، مش فاهمه. طيب انت هترفض ده وهتدخل لها منه دخلة حنية، بس قصاد رفضك للقرار ده دور على حاجة تكون هي طلبتها منك، حتى لو انت بقى مش حاببها قوي، بس انت مش حاببها بدرجة مثلا 70%، لا انت مش حاببها بدرجة 40% مثلا. يعني ممكن يكون حاجة انت عايز تجربها جديدة في حياتك، ما جربتهاش قبل كده، تريننج معين، سفرية معينة. ممكن مش عايزة اقولك تصرف نظر عن الموضوع خالص، بس بلاش مثلا تشتغل الحاجتين at the same time. أجل الموضوع التاني وبين لها ان انت القصة دي انا مش هفكر فيها دلوقتي، يعني مش هفكر في السفرية دي دلوقتي، لان انت مين عندك اولى في اولويات. فانت بتفكر في موضوع دراستك اللي هتاخد من 4 سنين مثلا ل6 سنين في حياتك لكليات معينة. مين الاولى؟ لا انا بفكر في موضوع الدراسة، فانا هركز مع ان انا اعبر لها عن رفضي بطريقة فيها حنان في الدايركشن ده، بس at the same time انا هبين لها انه انا قبلت حاجة معينة. أنا برضو هي كانت عارفة من الأول إن أنا رافضها، بس أنا رفضي ليها like 40% 30%، فماشي. يعني هقول لها في الحتة دي إن أنا صرفت نظر عنها، أو هعمل التريننج. أنا بقول لها هعمل تريننج في المكان الفلاني، بتقولي لا أعمله في المكان، يبقى زي بعضه. يعني الموضوع مش مرفوض خالص، لا إحنا بنتكلم بس في فكرة تغيير المكان، ف it's okay. هاخد اللي هو يعني أعمل compromises. طيب الخطوة الثالثة احنا بنلجأ لها بعد الخطوتين دول، لو كان انت بقالك شوية بتستخدمهم والموضوع مش جايب نتيجة، وهي ان انت بقى تستعين بصديق، تدور على وسيط، حد يكون ليه دلال عليها، حد من اخواتك، حد من خلانك مثلا، حد من خالاتك، صديقة قريبة قوي ليكو مثلا، وتكلمها في الموضوع، تخليها هي تحاول تعمل لك مقدمة قبل ما انت تدخل. يعني برضو ما تخليش يبقى في شخص شايل عنك الليلة كلها، لا انت ليك شخصيتك وليك وجودك وحضورك، فانت لازم تستخدم ده. بس التمهيد للدخول في الموضوع ممكن يكون عن طريق حد تاني غيرك، تكون هي بتستريح لما بتتكلم معاه، بيفهموا دماغ بعض كويس يعني. فهو برضو هيبقى لو هو من سن قريب من سنها، هتبقى عاشت تجارب معينة عدت على الجيل ده كله، فبيبقوا عارفين يتواصلوا مع بعض أحسن. فنستعين بالشخص ده، يمكن يهون علينا الطريق شوية. إن شاء الله يبقى لينا حلقة كمان نتكلم فيها على شخصية تانية من شخصيات أمهاتنا، ربنا يا رب يرحمهم أحياء أو أموات، وأحياء وأموات، وربنا يعني يبقى جنبنا دايما كده واحنا بنعمل القصة دي، لان هي فيها جزء كبير قوي روحاني مش عملي. فربنا يقدرنا وينور لنا كده الطريق قدامنا اللي هو الشخصيات دي، لان هي ليها special place عندنا. يعني هو الام دي مش حاجة، يعني مش زي الصحاب، مش زي الجيران، هي مفيش منها 2، فهي حاجة واحدة بس ومش بتتكرر تاني. يعني لو مش موجودة ما بينفعش يبقى في حد يملى المكان ده. فخلينا نحاول نفهمهم عشان نعرف نتعامل معاهم، عشان نحس بشطارتنا في الموضوع، وعشان نبقى احنا كمان لما بنحس ان هم راضيين. على فكرة ده عامل مهم جدا، احنا كمان بنحس ان احنا راضيين. ان شاء الله يبقى لينا حلقة تانية.